أهلا بيكم في سلسلة خرافات في علم الولادات. الخرافة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي قلق بيجي للست، إن كل ما بتيجي تولد مرة بعد التانية بتحس بوجع أكتر. هنتكلم دلوقتي عن أول حاجة القيصريات المتتالية. يعني لو ست ولدت قيصرية وتولد بعدها قيصرية، ده المفروض يبقى الوجع فيه أقل مش أكتر، لأن بيحصل درجة من التليف في الولادة الأولى. الدكتور بيفتح في نفس درجه التليف ده، وبالتالي احساس الالم بيقل، لان بتبقى الاعصاب كفاءتها مش 100%. فالمفروض في الولادات المتكرره يبقى الوجع اقل، ما لم يكن هناك التصاقات، ما لم يكن هناك تجمع دموي تحت الجلد او عدوى او صديد او حاجه مما شابه. ده طبعا بيأثر على درجه الالم، لكن العادي ان كل ولاده بتبقى اقل الما من اللي قبلها. الخرافه الثانيه هي انا لو ولدت قيصري ما ينفعش اولد طبيعي. لا طبعا ممكن نولد طبيعي بعد ولاده قيصريه واحده، ولكن لها شروط: ان ما يكونش الجنين بالمقعده، ما يكونش فيه توأم متعدد، ما يكونش فيه، ما ناخدش ادويه فض اصناعي في اثناء الولاده. طبعا لازم المراقبه اللصيقه من الطبيب النساء في الولاده في المستشفى مش في البيت، ولازم متابعه نبض الجنين بجهاز اسمه CTG، ده بنقيس بيه نبض الجنين وبنعرف اي تعب للجنين. لازم يكون في استعداد لولاده قيصريه عاجله في اي لحظه من مراحل الولاده الطبيعيه، يبقى لازم لها متابعه وشروط وهي مسموحه تماما. ولازم نبقى عارفين ان فرصه ان ممكن الرحم